كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي إن دفعة أولى من سيارات فيات الإيطالية والتي تقدر ب4,000 سيارة ستدخل السوق الجزائرية هذا الشهر. عملية تسويق السيارات الإيطالية ستتم على مستوى نقاط بيع بيجو التي أصبحت ملك لمجمع ستيلانتيس. أنا زبدي قد كشف أمس في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك أن انطلاق استيراد سيارات فيات سيكون في 19 آذار مارس الحالي بنسبة كبيرة. وفي نفس السياق أكدت مصادر متطابقة الخبر مشيرة إلى أن السيارة الإيطالية ستدخل الأسواق الجزائرية الشهر الجاري، حيث سيتم عرض النماذج الأربعة التي يتم تسويقها في الجزائر قبل بداية عملية تصنيعها محليا. وأوضحت نفس المصادر أن عملية التسويق ستتم على مستوى نقاط البيع التابعة لشركة بيجو التي تنضوي تحت راية مجمع ستيلانتيس لعلامة فيات. وكان رئيس الجمهورية قد قال في تصريح صحفي مشترك رفقة رئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إن شركة فيات بدأت في فتح ورشاتها، وعن قريب جدا في آذار مارس يبدأ تصنيع السيارات وكذا تسويق سيارات فيات بما فيها الكهربائية وغيرها. وكان قد وقع في 13 تشرين الأول أكتوبر من السنة الماضية مع وزارة الصناعة على اتفاقية إطار تنص على تطوير نشاطات صناعية للسيارات وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لشركة فيات. من جهته كشف السفير الجزائري في إيطاليا عبد الكريم طواهرية أنه سيتم في 19 آذار مارس تقديم 4 موديلات من سيارات فيات سيتم إنتاجها وبيعها في الجزائر اعتبارا من نهاية عام 2023. شكرا للإصغاء والمتابعة. إذا أعجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس.